في عالم التمثيل السعودي، تبرز هيلدا ياسين كنجمة صاعدة بشغفها وطموحها. ولدت هيلدا في الرياض لأب سعودي وأم لبنانية، حيث تفتخر بجذورها الثقافية المتنوعة، واستمدت إلهامها من أسماء معروفة في عائلتها. اسمها الفني هيلدا ياسين يمثل شغفها وارتباطها بقصة عائلتها، فالجد الذي اختارت اسمه كان من أوائل مشجعيها. بدأت هيلدا مشوارها الفني كمكياج عبر تطبيق سناب شات، حيث قدمت فيديوهات تعكس مهاراتها في هذا المجال، مما جذب انتباه الجمهور والمنتجين. على الرغم من حبها للمكياج، إلا أن حلمها كان التمثيل، وقد تمكنت من تحقيق ذلك بالدخول إلى عالم الدراما والتلفزيون. كانت بداية هيلدا في التمثيل عام 2020، حيث ظهرت في مسلسل ضرب الرمل مع الفنان خالد عبد الرحمن، أعقب ذلك بمشاركتها في عدة أعمال، مما ساهم في تعزيز موهبتها وشهرتها. أعمالها منحتها فرصة التعبير عن نفسها وتقديم شخصيات متنوعة، لكن المسلسل اللي أبرزها بشدة كان بنات الثانوي. مع مرور الوقت، انتقت هيلدا أدواراً متنوعة في مسلسلات مثل الجدار الرابع وهندو ومشراق، مما ساهم في تحسين مستواها الفني وتوسيع قاعدتها الجماهيرية. استمرت في صناعة بصمتها الفريدة من خلال العمل الدؤوب والمثابرة. في عام 2024 ظهرت هيلدا في مسلسل الخن الذي يتوقع أن يكلل مجهوداتها بالمزيد من النجاح. بجانب موهبتها ورغبتها في التفرد، تلقت مؤخراً جائزة الوجه الجديد المفضل في حفل جوي أورد 2023، تكريماً لمساهماتها في مسلسل بنات الثانوي. هيلدا ياسين انطلقت شهرتها لجميع الجماهير العربية والخليجة في مسلسل شباب البومب من الجزء 10 وحتى الجزء 13 بدور مناهل أحد بنات الاستراحة 4 برفقة صديقاتها في الاستراحة.